مرحبا أحبابي الغالين، ومثل ما تشوفون قاعدين نحمس بالبصل حتى يصير مكرمل. اليوم ايش راح نطبخ؟ تشريب اللوبيا الحمراء، ناس تقول سليجة وناس تقول لوبيا حمراء تشريبة، وهاي التشريبة مالتنا. خبز التنور شربناه بالمي الجوزي، وهذه اللوبيا مستوية وعبالك لقم ما شاء الله. وضفنا لها البصل المكرمل إشحالاته وريحته الطيبة، وهاي البيض فرقعناه بالدهن الحر، وضفنا شوية زيت طبعا حتى لا يصير ثقيل. ما شاء الله هالأكلة الشتوية الطيبة كلنا نطبخها وكلنا نحبها، نفس تنقيع الباقلة بالدهن، بس هاي ما نضيف لها بطنج. وضفت هاي الطماطة الفريش، طبعا اكو بيهم يقلوها للطماطة ويضيفوها، بس احنا ما نحبها مقلاية، نحبها هيجي بهالطريقة مثل السلطة مملحة. هاي البصل الأخضر، وهذا كبس إيدي الطرشي، وهذا الرارنج ضفته عليها. هتسألوني بتركيا منين لك الرارنج؟ طبعا جماعة من العراق هسه دا يتابعوني، ألف شكر إلهم، جابولي بطلين مجمدينه، شكرا إلهم. وهواي شغلات مال العراق دزولي، الله يحفظهم يا ربي ويكثر من خيرهم، شكرا. وهذه الطبخة مالتنا صارت جاهزة ومواعيننا تزهو بالنصر. يتشهي. شكرا لمتابعتكم، باي باي.